ايه التضخم ده وبيحصل منين؟ وهل ده موجود في كل البلاد ولا موجود عندنا احنا بس اللي بنسمع عنه؟ هو موجود في كل البلاد، بس هو عندنا بيعض. بيقعد. بالظبط. لكن هو التضخم هو زياده الاسعار. مهم. فده اللي بنسميه التضخم. فالتضخم معناها انك انت عندك حاجه النهارده كانت ب 100 جنيه، مهم. نفس الحاجه دي بتشتريها السنه اللي جايه ب 105. مهم. فانت تضخم بقى من 5%. بس اوكي. فده هو ده التضخم. التضخم ده ان التضخم. الحاجه بتزيد. حاجه بتزيد. اسباب التضخم متعدده. اه. يعني في مثلا في اسباب تضخم لها علاقه بالعرض، وفي اسباب تضخم لها علاقه بالطلب. مم. الطلب معناها ايه؟ انك انت عندك ناس كتير عايزه تشتري حاجه والحاجه دي قليله، مم. فالحاجه دي سعرها بيرتفع لان هي عليها تكالب، فيحصل تضخم في الاسعار. فده مم. بنسميه بقى ايه؟ تضخم جانب الطلب. مم. وفي تضخم جانب العرض، معناها ان الحاجه قليله، فبس عندك فهم، او عندك عليها برضو نوع من انواع التكالب، بيعمل هذا الموضوع. مم. الحاجه التانية بقى مم. اللي هو تضخم اللي له علاقه بالسياسه النقديه والسياسه الماليه. بالنسبه مم. للسياسه النقديه اللي هي كل ما له علاقه بطباعه الفلوس وتكلفه الفلوس، مم. يعني بسميها حجم المال وتكلفه المال، دي السياسه النقديه. دي السياسه النقديه. السياسه الماليه كل ما له علاقه بالموازنه ديت بقى، اللي هي مصاريف الدوله بتجيبها من فين وبتصرف في ايه، فدي مم. السياسه الماليه. مم. والسياسه النقديه هي اللي كل ما له علاقه بانشاء النقد وتكلفه النقد، يعني اللي هي بيعملها يعني انشاء النقد ده ازاي بندخل فلوس يعني؟ انشاء النقد يعني لا تطبع فلوس ازاي، انك انت ازاي يعني تطبع فلوس اه. ما هو انك انت الفلوس مش هينفع تفضل على ثابته، الفلوس بتتحرك. مم. بس بتتحرك بقد ايه بقى؟ بتتحرك بنفس تحرك الاقتصاد ولا طباعه الفلوس سابقاه؟ لو طباعه الفلوس سبقت الاقتصاد مم. تعمل لك تضخم برضه. ليه؟ لان الفلوس كترت لكن الحاجه قليله زي ما هي، فاصبح انت الجنيه سميته 2 جنيه وبيشتري نفس الحاجه، فده تضخم برضه. اه. تضخم نتيجه زياده المعروض، اللي بنسميه زياده المعروض النقدي. مم. ان النقد زاد، حصل انشاء زياده للنقد. مم. طب ليه البلاد بتنشئ زياده للنقد؟ دي بقى تقوم مسمع لك حاجه تانية، سعر الصرف. بمعنى انا دلوقتي عايز اجيب دولارات، فالدولارات دي مش لها ثمن. مم. فالدولار مثلا بناخد دولار مثلا ب 24 جنيه، ب 32 جنيه، ب 48 جنيه. فانت عندك دولارات بتدخل البلد، فالدولارات دي بتشتريها بجنيهات. مم. فعلشان الدولار ده اقل، فبتضطر انك انت تزود الجنيهات قدامه، فالدولار اللي ب7 يبقى ب15، يبقى ب24، يبقى ب32، يبقى ب48. مم. فالدولار هو الدولار، لكن المعروض النقدي قاعد بيزيد نظرا لندرة الدولار، فبقت في جنيهات كتير قوي بتجري ورا الدولار، مم. فالعملة هنا بتنهار. مم. ففي علاقة مباشرة ما بين التضخم وما بين ما بين طباعة النقد وما بين سعر الصرف.